دلوقتي هنتكلم عن الجرامر. الجرامر هو عبارة عن الزمن بتاع الجملة دي في البريزنت حاجة بتحصل دلوقتي، ولا الباست حاجة حصلت وخلاص خلصتها، ولا الفيوتشر حاجة لسه هعملها. طب انا عشان اتكلم عن الزمن، يعني انا دلوقتي عايزة اقول مثلا انا بلعب تنس. طب انا بلعب، ولا انا كنت بلعب من سنتين، ولا انا لسه هعمل اشتراك والعب الشهر الجاي دلوقتي، ولا خلصت، ولا لسه هعمل؟ ده اللي بيحددولي الجرامر بتاع الانجليش. طيب علشان اعمل ده لازم اول حاجة ابقى عارفة انا بتكلم في انه زمن، دي حاجة. تاني حاجة لازم عشان اعمل ده اكون جملة صحيحة. ازاي اكون جملة صحيحة؟ من 3 حاجات اساسيين. اول حاجة الشخص، تاني حاجة الفعل اللي هو الفيرب، والتكملة اللي بتفهمني معنى الفيرب. يعني مثلا أنا بلعب تنس، أنا ألعب تنس، أنا شخص الفعل، والتكملة اللي بتوضح لي الفعل. طيب علشان نفهم ده أكتر لازم نبقى عارفين إن الشخص عندي في الجملة ممكن يبقى حاجة من 3. احنا كل شوية هنقسم 3. يعني أول حاجة قلنا الجرامر بيتقسم 3 دلوقتي، خلاص لسه هيتعمل. وعلشان نعرف ازاي نكتب الشخص او ازاي نطلع الشخص من الجملة، برضو الشخص عندي حاجة من ال3. يا ضمير، انا، انت، انتي، نحن، هما، هو، هي، شيء، I, you, we, they, he, she, it. أنا I، أنت أو أنتي أو أنتم you، نحن we، هما they، هو he، هي she، شيء بياخد it. طب لو ما كانش ضمير ممكن يبقى اسم شخص مباشر، زي اسم أحمد، زي سارة، زي علي. ممكن علي and أحمد اسمين، سارة and سلمى اسمين. ممكن يبقى ولد وبنت، علي and سارة. يبقى كل دي أشخاص، كل دول بلاقيهم ايه في أول كلمة في الجملة. لو ما لقيتش ده وما لقيتش ده هلاقي things أشياء، a cat، the dog، a table. ممكن tables جمع. يبقى ده أو ده أو ده، واحدة من ال3 بلاقيها في أول الجملة بتعبر لي عن الشخص فلان اللي بيعمل الفعل ده. طب علشان نعرف ازاي نكتب الفيرب الفعل الحاجة اللي هو بيعملها، لازم نعرف هو بيعملها امتى. زي ما اتفقنا بيعملها دلوقتي في البريزنت، ولا خلص وعملها خلاص خلصنا past، ولا لسه هيعملها في المستقبل. طيب احنا عندنا دلوقتي هنتكلم عن الباست. ازاي نكتب الفيرب في حاجة خلاص خلصناها، بنعملها ازاي؟ ببساطة بكتب الفيرب لو هو regular. يعني ايه regular؟ يعني فيرب منتظم. يعني ايه فيرب منتظم؟ يعني شكله مش بيتغير. لو هو regular بكتبه زي ما هو واحط له ed. play حطيت لها ed played، check checked، talk talked، answer answered، open opened، start started، want wanted، close. طب close دي اخرها ايه؟ هحط لها اي دي؟ لا، هحط لها دي بس. زي use اخرها اي، هحط لها اي دي؟ لا، هحط لها دي بس. طيب معناهم played لعبت، خلصت اللعب. checked فحصت او اتأكدت حاجة حصلت وخلصتها. talked اتكلمت، كنت اروح البيت اقول لماما انا اتكلمت مع صاحبتي في الفصل. اتكلمت حاجة في الباست، حاجة حصلت وخلصت. answered يا ماما انا جاوبت الصبح، ميس سألت وانا جاوبت. answered ممكن اقول لماما انا رديت على التليفون. answered. opened فتحت. started بدأت. wanted كنت عايز. closed قفلت. used استخدمت. كلها أفعال حصلت وخلصت. طيب ده لو اتفقنا يكون الفيرب regular منتظم. طب في حاجة تانية verb irregular غير منتظم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني فيرب شكله بيتغير، ما بيفضلش على حاله، ما بنزودلهوش دي او اي دي، لا مش بزود له ده. عشان اخلي الفيرب ده في الباست بغير شكله. الشكل ده كده في البريزنت دلوقتي، عشان احوله يبقى باست بغير الشكل. طيب ازاي؟
يقابل meet، عشان اخليه باست بشيل اي بتبقى met. يأكل eat، عشان اخليه باست بجيب الاي دي في الاخر بتبقى ate اكل. يرى see، شاف، خلاص انا شفت saw، الفيرب بيتغير see saw. يقول say، قلت said. يحفظ keep، حفظت kept، بشيل اي وازود في الاخر تي. يجري run، طب جريت خلصت rain، اليو حولتها a. go يذهب بتتحول خالص تبقى went. يكتب write، كتبت wrote، الاي بتتحول o. leave يغادر، غادرت left. eat يأكل، هنودي الاي في الاخر تبقى ate اكلت. draw يرسم بتبقى drew، الاي اتحولت اي كده رسمت. انا الصبح في المدرسة رسمت رسمة جميلة، حاجة حصلت في البوست. يبقى كل اللي بالاحمر دي افعال حصلت وخلاص من بدري. اللي بالازرق ده شكل البريزنت، والتحويل للباست هو اللي باللون الاحمر ده. والافعال دي مش بنزود لها اي دي، هي شكلها بيتغير تماما من غير ما بزود اي دي، عشان هي irregular verbs، افعال غير منتظمه.